قرر نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع الإفواري سيرجي أوريير ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكرت شبكة يوروب 1 بأن اللاعب الإفواري صاحب 23 عاما قد اعتقل صباح يوم الاثنين بعد اشتباكه مع رجال الشرطة في شارع الشانزليزيه بفرنسا. وأعد أوريير على الشرطة بعد خروجه من ملهى ليلي في ساعة متأخرة، ولكن أطلق سراحه بعد ذلك. وهذه ليست المرة الأولى للاعب في خلق المشاكل، بعد أن نشر فيديو له وهو يسب لاعب فريقه ومدربه لوريان بلان، مما أدى إلى تجميد نشاطه في النادي الباريسي. ولكنه بعد اعتذاره لأعضاء الجهاز الفني واللاعبين سمح له بالمشاركة مرة أخرى. أشارت الشبكة بأن برشلونة بسبب أخلاق أوريير قد قرر عدم التعاقد معه، على الرغم من أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة تؤهله للعب في برشلونة وتعويض رحيل دانيال ألفيش، إلا أن تصرفاته الأخيرة ستحول دون اهتمام ذلك.